تشكر يا كريزيديه. الراجل ده كان عنده حق لما قالك كده. انت بتجيب جون، ده جون، ورايح تعمل لجمهور الاهلي خش، ولما تيجي الناس تدافع عنك تقول ان الراجل شتمك. طب وايه يعني لما الراجل شتمك؟ طب هو ايه الفرق بينك وبين الناس العاديه؟ امال انت راجل مشهور ليه؟ وانت فيموس ومعروف ومشهور، تلعب في النادي الاهلي وقيمتك التسويقيه 5 مليون يورو. راجل غلبان قطع من قوته ومتضايق على فرقته، ده غيران على فرقته اكتر منك، عشان كان مستني منك حاجات انت مش عارف تعملها، وفي الاخر عشان جون تقول له هش. امال فين الثبات الانفعالي؟ امال فين ايه يعني؟ شتمك ولا قالك ايه المشكله يعني؟ ده بدل ما تصالحه وتراضيه وتقول له معلش هنعوضها، فانت بعد جون راح تقول ادينا ما كسبناش وتعادلنا والجون بتاعك ما عملناش حاجه. وبعدين ده جون، ده حته جون. امال لو جايب لنا 10 11 15 جون هتعمل فينا ايه؟ الناس دي بتقطع من قوتها عشان تروح تتفرج عليكم، ومش بعيد يكون قبضكم والحاجات اللي انتوا بتاخدوها من النادي من فرجتهم على الاعلانات بتاعتكم ومن حق التذكره بتاعتهم، وتيجي في الاخر عشان واحد غلبان 2 3 5 متضايقين على فرقتهم وغيرانين وغلطوا تعمل عقلك بعقلهم، وبعد ما تجيب جون تقول هش اهو ربنا ما كرمكش والتلاتة بونت راحوا وتعادلنا. وفي الاخر جمهور الاهلي مش هينسى لك اللقطه دي وهيحطك في دماغه. وخليك بقى قد جمهور الاهلي، وزي ما انا قلت لك انت نفسيا مش مظبوط، كانك مش مظبوط يا تريزيجيه. اظبط حالك وشوف بقى هتراضي الناس دي ازاي، عشان الناس دي غضبهم وحش قوي منك ليهم. جمهور الاهلي غضبه وحش. سلام يا كريزيديه. وتقول له ايه؟ اقول له ايه؟ مين اللي لعب وتقول له تشكر يا كريزيديه، تشكر يا كريزيديه، محمود كريزيديه يشكر. اه والله محمود تريزيجيه. اه يشكر والله.